هنتكلم عن الكتابة التقنية. ازيكم؟ عمرك سألت نفسك هل لو انت بتكتب حاجة الناس بتبقى فاهماك ولا لأ؟ وليه دايما في ردود بتجيلك متأخر؟ وليه بتحتاج تعمل دايما فولو اب على الناس عشان ترد عليك وعشان تفهم انت عايز تقول ايه؟ ده كله بيبقى راجع لقصور في الكتابة او الطريقة اللي انت كتبت بيها. ده مش معناه ان انت ما بتعرفش تتكلم او ما بتعرفش تفكر، ولكن ما بتعرفش تكتب. والكتابة مهارة زيها زي اي مهارة في الدنيا، زيها زي البرمجة، زيها زي العزف. بتتعلمها، بتاخد وقتك، وبتبدأ تنمي المهارة دي عندك عشان تعلى بيها. في الفيديو ده هنتكلم عن ليه الكتابة التقنية مهمة جدا، وايه هي النصايح الأساسية اللي محتاج تاخد بالك منها وانت بتكتب، والحاجة الثالثة الأدوات اللي ممكن تساعدك وانت بتكتب. يلا بينا نبدأ. أنا أحمد الطويل والفيديو ده عن الكتابة. طيب، ليه الكتابة مهمة؟ الكتابة منذ خلق البشرية هي وسيلة التواصل الأساسية بين الناس. بعد الكلام طبعا، احنا بنكتب عشان ننقل رسائل، بنكتب عشان نسيب رسائل، بنكتب عشان نسيب إرث لينا. ونفس الحوار في الحياة الحديثة، انت بتكتب عشان تنقل رسالة، بتكتب عشان تنشر رسالة، أو بتكتب عشان انت عايز تسيب حاجة لنفسك. في الشغل الموضوع مختلف شويه. في الشغل احنا بنكتب عشان ده اللوج او الاركايف بتاعنا، ده المكان اللي احنا محتاجين نكتب فيه كل حاجه. وسيله التواصل الاساسيه في الشغل هي الكتابه مش الكلام. الناس بتبقى فاهمه ان هو الكلام، لكن هي الحقيقه الكتابه. عشان انت مثلا ما بتشوفش المدير اللي فوق او الدايركتور او الناس اللي فوق، ولكن انت بتسمع عن قراراتهم عن طريق قرارات بتجيلك مكتوبه. ونفس الحوار هم بيشوفوا شغلك ازاي؟ عن طريق ريبورتات او تقارير بتطلع لهم مكتوبه. فهو الاساس في الشغل هو الكتابه. عشان كده المهارة دي لازم تنميها. وعشان كده كل ما بتترقى او بتكبر في الكارير بتاعك، كل ما بتكتب اكتر من المرحلة اللي قبلها، كل ما بتحتاج تكتب احسن، كل ما بتحتاج توصل رسالتك احسن. فعشان كده مهارة الكتابة تعتبر اهم من اهم، اذا ما كانتش اهم مهارة عندك، وانك محتاج تهتم بيها وتنميها. طيب، ازاي تكتب كويس او ازاي تكتب مستند؟ يعني خلينا نبدا الموضوع ببساطه جدا. ازاي تكتب مستند بسيط صغير كويس؟ اول حاجه محتاج تاخد بالك منها وهي بساطه اللغه. انت لازم تستعمل لغه بسيطه، سواء بتتكلم بلغتك الام او بتتكلم بلغه اجنبيه عليك. لو انت مثلا عربي وبتتكلم انجليزي او بتتكلم باي لغه تانية، فمحتاج تستعمل لغه بسيطه، محتاج تستعمل مصطلحات بسيطه. ما تكبرش الجمل وما تستعملش مصطلحات معقده. مش كل ما بتستعمل مصطلحات معقده معناها ان انت اشطر في اللغه، لا بالعكس، معناها ان انت بتخلي الناس تبذل مجهود اكبر انها تفهمك. وده بينيجيت او بينفي الهدف من الكتابه في الاساس. فدايما جمل بسيطه قصيره، كلمات واضحه بسيطه جدا. كل ما كانت ابسط كل ما كان اسهل. ده اول نقطه. تاني نقطه، خلي ترتيب افكارك منطقي. ابدا دايما انت عايز توصل لفين، وبعد كده ادي تفاصيل. الهدف ان الدوكيمنت او المستند اللي انت هتكتبه يبقى ترتيبه منطقي. سبب ادى لنتيجه، ادت لنتيجه تانية، ادت لنتيجه ثالثه، ادت لقرار. لو عايز تفاليديت او تاكد على النقطه دي، اقرا المستند من تحت لفوق. هتلاقي فيه نتيجه لها سبب، السبب ده كان نتيجه لحاجه سبب تاني، السبب ده كان نتيجه سبب تالت. لو انت ماشي بالمبدا ده، هتلاقي ان الدوكيومنتس بتاعتك او المستندات بتاعتك منطقيه، ترتيبها منطقي، واخده شكل مظبوط، والناس ما بتوهش فيها جدا. النقطه الثالثه وهي استخدم الاسلوب الواضح، واعرف انت بتخاطب مين وهتكتب له ازاي. النقطه دي بقى مهمه جدا، ودي اهم نقطه في الكتابه تقريبا. لو انت بتخاطب ناس مش تقنيين، ما ينفعش تكتب كلام تقني كتير. ولو انت بتخاطب ناس تقنيين، ما ينفعش تكتب كلام عام كتير. ولو انت بتخاطب ناس في الاداره، ما ينفعش تكتب كلام كتير، هو ما عندوش وقت يقرا ال10 صفح اللي انت بعتهم. ولو انت بتكتب دوكيومنت تعليمي لناس هتستعمل السيستم بتاعك، فلازم تكتب تفاصيل كتير قوي. اعرف الاودينس بتوعك، اعرف انت بتكتب لمين وهتكتب لهم ازاي. الموضوع مش بيطلع في يوم وليله، الموضوع بياخد ممارسه وبياخد تجربه. وكل ما هتكتب اكتر، كل ما هتتعلم احسن، وهتطلع دوكيومنتس احسن. في جزء رابع محتاج تاخد بالك منه، هو استعمل ادوات مساعده. لو انت مش بتكتب بلغتك الام، او لو انت حتى ممكن تتعرض لاخطاء، كلنا بنغلط في الكتاب عادي، استعمل ادوات مساعده. في العصر اللي احنا فيه ده الموضوع بقى سهل شويه. عندك ال LLMs، شات جي بي تي ومثالاتها، وعندك جرامرلي، وفي لانج تولز او لانجوج تولز تقريبا وخلافه. الادوات دي كلها بتساعدك، الادوات دي كلها بتحسن لك الجرامر بتاعك، بتصحح لك الاخطاء الاملائيه. استعملها عشان تطلع دوكيومنتس كويسه، عشان تطلع تفاصيل كويسه، عشان الدوكيومنت بتاعك يبقى مفهوم.
طيب ده لو انت بتكتب دوكيمنت. في تفصيله صغيره كده مهمه قوي تاخد بالك منها لو انت بتكتب ايميل او رساله. عنوان الايميل بيحدد حاجات مهمه قوي، هو هيتقري امتى وازاي. لو انت كاتب عنوان مثلا ميتنج وسكت، في الغالب ده مش هتفتح دلوقتي. لكن لو انت كاتب ميتنج تاريخ بساعه، في الغالب الناس هتهتم وتبص ليه، عشان بقى في تايم لاين، بقى في بريشر ان هو يقرا. ما تحطش عنوان عام تتوقع الناس تهتم، الناس مش فاضيه، الناس مشغوله. حط عنوان محدد، بيسموها خليك بريسايس، عشان تقدر تاخد الانتباه اللي انت عايزه. حاجه تانية مهمه قوي، لو انت شغال في بيئه فيها تشاتنج اب او سلاك مثلا او تيمز او خلافه، ما ينفعش تبعت رساله هاي وتسكت. كارثه. في الغالب هيلطعوك مثلا يومين ثلاثه. بتكتب هاي، ازيك، انا عندي سؤال 1 2 3 4 5، وتستنى رد. فكره هاي وتسكت دي من اكبر المشاكل اللي بتعمل مشاكل في الكتابه عموما، وبتخلي فيه يعني باك اند فورس كوميونيكيشن ملهاش لازمه. اهتم بتفاصيل الصغيره دي عشان بتفرق معاك جدا. ايميل يبقى تايتل واضح، سبجكت واضح، البادي واضح، تفاصيلك برضو زي ما كتبت الدوكيمنت، سبب او هدف، اسباب، تفاصيل ناهيه. نفس الحوار في رسائل، مفيش هاي وتسكت، مفيش الكلام ده. تخش على طول، ازيكم يا جماعه، في كذا 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 كذا، وتستنى الرد وتحط التفاصيل بتاعتك كلها. في نقطة تالتة مهمة جدا، تفصيلة مهمة جدا محتاج تاخد بالك منها. التفصيلة دي هي ان انت لما تيجي تكتب اي رسالة لازم تحط كل التفاصيل اللي ممكنة عشان تريح اللي قدامك وهو بيقراها. بمعنى لو انا بعمل مثلا انفستيجيشن او بديباج مشكلة، ما ينفعش اكتب اقول لهم يا جماعة معلش ساعدوني انا عندي مشكلة الفلانية. ده ممكن يعني هيتعدي عادي، بس ده مش احسن طريقة تكتب بيها. الاحسن انك تقول يا جماعة لو سمحتوا انا عايز مساعدة في الموقف الفلاني، انا عندي المشكله الفلانيه وانا عملت 1 2 3 4، ادت النواتج 1 2 3 4 ومش عارف اكمل بعد كده، هل من مجيب يعني حد يجي يساعدني؟ في الغالب انت كده بتريح الناس كلها، واللي هيجي لك عنده كونتكست بالموضوع، وهترتاح كلكم وكلنا هنرتاح وكلنا هننبسط. غير كده هتلاقي دايما ان الموضوع بيعطل في النص، في باك اند فورس كوميونيكيشن، تلاقي الدنيا بتقف، حاجات غريبه بتحصل. عشان كده التواصل والكتابه سلاحين لعمله واحده. يعني هي الكتابه هي اساس التواصل في الغالب في الكوربريتس او في الشركات الكبيره. واخيرا الكتابه مهاره مهمه محتاج تهتم بيها، زيها زي اهتمامك بمهارتك التقنيه بالظبط، ما بتقلش عنها سنتوفه. كل ما بتتحسن فيها كل ما بتقدر تتواصل احسن، كل ما فرصك في الترقيه وانك تبان بتعلى، كل ما شغلك هيبان احسن لانك بتعرف تدوكيومنته احسن، وكل ما بتترقى كل ما بتحتاج المهاره دي اكتر. اهتم بيها جدا، وخد بالك منها، وخد بالك من التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن توقعك زي الرسائل والايميلات والحاجات دي كلها. وفي النهايه لو انت شايف ان في نصيحه تانية انا ما قلتهاش، عرفها لنا في الكومنتات، خلي الناس كلها تستفيد. شكرا.